بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، والحمد لله الذي أحيانا ليوم جديد. أول شيء أنا ما أسوق، شفتوه؟ دايم نقول رخص البناء خلاص، الحديد والمدري وش والمقاولين. اليوم بروح جولة الحقين الحديد بالجملة والمدري وش والمدري وش، الحين بالطريق وخلوكم وياي. وبعدين بشوف مقاولين، وكل الكلام على أساس فيلا مساحة البناء 400 متر، يعني 200 متر تحت و200 متر فوق، يعني زي ما تقول 4 غرف كبار نوم مع ملحقاتها واللي تحت. وطبعا الكلام هذا بالدمام، هي اللي مركز فيها الوكلاء وهذا. وبالسوق بعد شوي بوريكم عدة محلات حلوة، متأكد كثير ما يعرف. مدام اني بالطريق خل بقول نصائح بسيطة وسريعة للناس اللي بيشترون بيوت جاهزة. انتبهوا، اسمعوا لي. بالشرقية وجدة اللي الأرض تحتها بحر، مع السوالف اسألوا راعي البيت كم قاعد تبني البيت؟ لا قال لك والله سنة وأقل، اعرفوا أن البيت راح يتشطب 100%. شيء ثاني، خذوا معكم كهربائي وسباك. ليه؟ خلوا يفتح واحد من الأفياش ويشوف الأسلاك، إذا هي نحيفة معناته يبي لك بعد 4 شهور تغير أسلاك البيت كامل ب20-30 ألف، وكل شوي يحترق لك. الشيء الثاني، مواسير الموية، إذا هي حراري من اللي لونه أخضر أوكي، إذا هي من العادي اللي بصمغ لا تشتري البيت، خذوها. اسمنت المساح 15 ريال، اسمنت الصبيات المقاوم للأملاح 16 إلى 17 ريال. حلو. هنا القهر، تروحون لحقين الجبس يقول لك المتر ب50-60 ريال. خلنا اوريكم كم يشترونه. 5 ريال اللوح هذا، 5 ريال اللوح هذا، 14 ريال اللوح هذا، 3 ريال اللوح هذا، 8 ريال، 8 ريال اللوح. طبعا متر و70 سنتي. شوفوا هذه حقة العمود 350 ريال، هذا لو تجي الواحد يركبها لك يقول لك ب2000 ريال. شوفوا هذا الشغل نظيف إلى أبعد حد 40 ريال هو وأشكال. شوف هذولي المتر على 2 و3 ريال، تجيب عامل جبس يشتغل لك المتر ب5 ريال، يعني تطلع لك هذه ببلاش. هنا يسوون الجبس شلون، ويخلطون زي هذا الليف ويحطونه بالقوالب هذه. شو شلون قاعد هذا، شو شلون طلع القالب من هذا. شو القالب هذا الفاضي، هذا الرجال حاطه زاوية. الخشب والجبسن بورد ما تغيرت اسعاره. الجبسن بورد ب20 ريال اللي ضد الرطوبة، واذا رحتوا محلات الديكور يحسبون ب60-70 ريال عليكم. فالاحسن مع المقاول اتفقوا يد عاملة من عنده والماتيريال المواد من عندكم. الحديد قبل شهر ونص نزل 150 ريال بالطن، وقبلها بشهر ونص 150، يعني 3 شهور نزل 300 ريال. يعني الحديد النحيف الصغير ب 1750 ريال، العريض 1850 ريال طن. الاسمنت حق الخرسانة هذا حق الصبيات البيت كامل المتر 200 ريال. صراحة أنا عجبتني قطعة الرخام هذه، هذه كلها 5 أمتار مربع 7000 ريال. السيراميك والرخام نزل خلال ال6 شهور اللي فاتت من 10 إلى 20%، تعتمد على بعض الأنواع من 10 ل 20. مقاول البناء إذا يشتغل بيده مصنعية عظم من عنده 170 ريال المتر إلى 160. وإذا المقاول تبيه مصنعية وعليك المواد لكن يسلمك المفتاح بحدود 390 ريال. يعني للبيت اللي قلنا مساحته 400 متر فرضا ب160 ألف ريال المقاول ياخذ عليك كل شيء. الألومنيوم صحصحوا زين معاي من تجربة شخصية ومن السوق الآن، صحصحوا زين. مصدر الألمنيوم كألمنيوم واحد، ألوبكم من بحرين ولا من مصانع هنا معروف، والثكنس السماكة واحدة.
نفس الشيء الزجاج والمفصلات لها وكلاء ويشترونه. فرق السعر وين يجي؟ اللي يضحكون علينا اذا جيتوا المحلات الكبيره اللي على الشوارع العموميه وهذا بيقول لك 1100 1200 ويحطوه لك يزبرقوا بديكور بالضبط 1100 هالحدود. تعالوا المحلات مثلا بالخضريه ولا محلات اخرى ب 400 توي هالحين مشترك عليه ب 400 احسن جوده نفس اللي وانا اقول نفسها. يروح هذا ابو 400 يشتريها من نفس المحل اللي يشتريه ب 1100 نفسه هو، ما هو شيء اخر، ما هو تقليد، هو نفسه ب 400 ريال. يعني توفرون 60% اذا جيتوا للمحلات هذول. نفس الزجاج اشرط عليه نفس يعني فرضا المحلات المزبرقه بياخذون عليكم فرضا لو قلنا 100,000 هذول ياخذون عليكم 40,000. الخلاصه بيت 400 متر دورين 400 200 فيه على الاقل 4 غرف نوم كبار وتحت مجالس ومطبخ كبير وشيء حلو متكتك حليو من احسن ما يكون كواليتي. يبي لكم ميزانيه من 400 الى 500 الف لبنائه، 400 الى 500 الف وتطلع ببيت زين. هذا اذا كنت شاطر ما تروح بس لهالمحلات المزبرقه الديكورات المحلات الكبار ويلهطونك. دور 450 الى 500. اتمنى اني افدت واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله يحفظ الجميع.